هذا رجل أيها الأحبة غسلته بنفسي في مغسلة الأموات بحي الصفا بجامع الثنيان، وأتي إلينا برجل سوداني. هذا الرجل يعمل في شركة وخرج من الشركة في نهاية الدوام وحصل له حادث ومات ذلكم الرجل، ثم جاءوا به إلى المغسلة، فدخلت على ذلكم الرجل السوداني ومعي 2 من الشباب، وبدأنا أيها الأحبة بدأنا نغسل هذا الرجل. أتيت فنظرت إليه، رجل ملتحي ورجل قد تلطخ بالدماء والتراب وعليه بعض الزجاج من الحادث، فبدأنا نظفنا التراب والدم والزجاج ووضعنا عليه الساتر وخلعنا عنه ملابسه، ثم بدأت في تغسيله ومع الشباب. أول غسلة بالماء والسدر، وإذا بالرجل سبحان الله وإذا بوجهه يضيء. ومعنى يا أخوان يضيء ليس كما يبالغ البعض يقول خرج من وجه نور، هذا لا يحصل، وإنما يشعر المغسل أن هذا الميت مرتاح وأن هذا الميت على وجهه وضاءة. فبدأت الوضاءة في الغسلة الأولى، ثم غسلته الثانية بالماء والسدر، وإذا وجهه يرتاح ويزيد وضاءة. فقلت للشباب تعالوا، هذا وجه السوداني الأول؟ قالوا لا والله لقد أضاء، تغير وجهه. ثم الغسلة الثالثة بالماء والكافور، وإذا به يزيد وضاءة. فقلت انظروا إلى وجهه سبحان الله كيف تغير، ذهب التراب والدم والزجاج والسمرة الشديدة وإذا بوجهه مضيء سبحان الله. ثم كفناه، ثم خرجت فتحت باب المغسلة وإذا واحد من أخوانه يبكي، قال انتهيت يا شيخ؟ قلت نعم، وسلمت عليه وعزيته وهو يبكي بكاء شديد. فقلت استبشر خير، إن شاء الله إن أخوك على خير. دخل يا إخوان يقبل أخوه، لأن تركنا الوجه مفتوح حتى يقبلونه ويودعونه، فإذا به يبكي. ثم جاء نحوي فحاولت أعزيه وأواسيه وأخوه يبكي. قال يا شيخ أنت لا تدري عصام هذا سبحان الله شأنه عجيب. قلت ما شأنه؟ حدثني عن عصام. قال يا شيخ عصام هذا يعمل في الشركة، والشركة أدوار، والمصلى الذي وضع للشركة في الأسفل. يقول فلما يأتي وقت الصلاة يمر على المكاتب وعلى الأدوار كلها يقول يا إخوان الصلاة، يا إخوان صلوا، يا إخوان انزلوا إلى الصلاة، يا إخوان الوضوء. يقول يحثهم فلا ينزل إلى المصلى إلا وقد أخذ معه مجموعة من الإخوة إلى المصلى. قلت هذه واحدة. ويبكي ويقول يا شيخ أنت ما تعرف عن عصام. قلت ما شأن عصام؟ حدثني. قال يا شيخ عصام هذا راتبه في الشركة تقريبا 2500 ريال، لكن بفضل الله اجتهد هذا الرجل أخي يقول وبنى عندنا في السودان 3 مساجد، 3 مساجد. يقول يجمع من أهل الخير ومن راتبه القليل ويحث الناس، حتى بنى عندنا في السودان 3 مساجد. ويبكي بكاء شديد ويثني على أخيه خيرا. فقلت إن شاء الله إن أخوك على خير. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.